بره الصندوق خالص. في أجواء جنائزية خرج المنتخب الوطني من الباب الضيق أمام منتخب موريتانيا. خسرنا مع موريتانيا يا ناس، لم يسبق له وأن فاز بأي مباراة في نهائيات كأس إفريقيا. عيبا أن تفوز عليك موريتانيا. كارثة في كرة القدم الجزائرية. راح يكون فضيحة كبرى لأنه إقصاء من كأس إفريقيا في الدور الأول. الإقصاء لم يكن رياضيا، كانت هناك أمور غير رياضية تحكمت في تلك النتيجة. تحكيم ضد الجزائر. فاضل. الأحداث اللي صاروا أحداث خطيرة جدا. الجزائر راهي معرضة إلى مؤامرة. مش لازم نعرفوا يا ناس وتعرف يا جمهور بلي تعرضنا لمؤامرة دانئة، مؤامرة يعني شنيعة من أجل تكسير الجزائر ضد الفريق الوطني. مش احنا فشلنا بس هنقول مؤامرة. بغض النظر فعلا ان اساسيات الفوتبول ديت حاجه جانبيه ملناش علاقه بيها، بس واضح قوي ان اسرائيل اللي بتجند مهاجمين عشان يستهدفوا مرمانا. في أجواء جنائزية. هي الجزائر تحت الحصار وما لعبتش مجموعات ولا ايه؟ يا عم المنتخب خسر عادي، ما تقلقش مفيش حد استشهد. معلش يعني هو يمكن عنده لبس ولا حاجه، هو تقريبا لما سمعوا المعلق بيقول الكوره في الشباك افتكروها الشباك الاسرائيلي. لا على فكره يا استاذ الاستاد غير المساد عشان تبقى خلاص يا عم ما تزعلش، منتخب وخرج يعني من البطوله عادي ما تهجرناش منها للابد، ما احنا خرجنا من الكونغو الديمقراطيه ويعني ومشيت الامور. انا بس عندي سؤال، لو انت معترف ان المنتخب بيعاني وما عندوش اساسيات الكوره، طب المؤامره هتجيلك تعمل ايه؟ يعني قول لي هتتامر عليك فين؟ مفيش في وشك مكان يا استاذ، دي رياضه. أمور غير رياضية. تصدق شكلها كده فعلا مؤامره كونيه؟ اصل ليه لعيبه بتكسر وبتشوط في السماء؟ سوء اداء مثلا؟ فشر اكيد خلل في عجله الجاذبيه. يعني خلصنا تحليل اداء وتاكدنا ان الجول اللي اتلغى للجزائر تسلل، وان ضربتين الجزاء اللي اتحسبوا عليهم واضحين زي الشمس، بس برضو ايه؟ تحكيم ضد الجزائر. فاضل. وارد فعلا ان الحكم يكون لغى هدف بغداد بنجاح مش عشان تسلل وكان شاكك في اسلحه دمار شامل، صح؟ حتى ضربه الجزاء قول لي كده اللاعب الانجولي شاطها زي زيدان في النهائي بتاع 2006، وزيدان اصوله جزائريه، يبقى المفروض الهدف كان يتحسب للجزائر وكنا ناخد 3 نقط، مش معقوله. يا جدعان ده لو في مؤامره هتبقى على مصر. كانوا عايزينها تمشي في السكه الشمال، لكن ابو جبل افشل الخطه واترمى كله يمين. الإقصاء لم يكن رياضيا. ما بتتحسبش بالنقطه يا صاحبي. ده انت ناقص تقول ان الجزائر ما تاهلتش عشان ما انضمتش لدول البريكس، فتنسيق دور ال 16 وقف معاها على نص درجه. صح؟ بس انا اسمع يعني ان التحكيم ممكن يضيع عليك ماتش، انما يصدمك 3 ماتشات ليه؟ ايه الهدف يعني؟ من أجل تكسير الجزائر. لا انا كده الفار بدأ يلعب في عبي. واحنا كنا بنتفرج على ماتشات تانية ولا ايه؟ واضح ان المشكله مش في الخساره برضه المشكله في اللي خسرته منه. خسرنا مع موريتانيا يا ناس. طب وباقي المجموعه كانت ايه؟ فرنسا والمانيا يعني؟ ما هي انجولا وبوركينا فاسو، ولا دول عادي تتعادلوا معاهم؟ بعدين مالها موريتانيا؟ المنتخب الموريتاني متاهل لكاس افريقيا للمحليين في سنه 2014، وحصل على تصنيف المنتخب رقم 81 في 2017. اي نعم ما عندوش انجازات كتيره، بس اشتغل على نفسه وصعد المره دي للدور الثاني من كاس افريقيا، فيعني بلاش الواحد يستهين بالخصم. دي من اساسيات المواجهه الرياضيه مش بس في كره القدم، في كل الرياضات عموما. المهم الواحد ايه؟ برافو عليكم، يتحلى بالروح الرياضيه، وانا متاكد ان انتوا عملتوا كده. أنا اليوم من الآن وصاعدا سوف لن أحترم هذا الفريق البوركينابي. ما نحترموش، هذو أعداء الجزائر كرويا، هذو ما يحترموش تاريخه يعني والعلاقات الوطيده. حتى الدوله الجزائريه كانت تساعد بزاف هذا البلد. كاين مؤامره وين حتى الفيدراليه البوركينابيه تشارك فيه لتحطيم الفريق الوطني، وانا نطلب ما نزيدوش نلعبوا معاهم مقابلات وديه. هذا الفريق اليوم اظهر كراهيه كبيره. من اين انا نشت المقابله ونعرف نميز، انا درت سياسه اخويا. مصدقينك طبعا يا استاذ، وفي حد في البلد دي بيشتغل بشهادته؟ بس دي اكيد نفس الجامعه اللي يوسف الحسيني دارس فيها اقتصاد، صح؟ اصل حضرتك بتدخل السياسه في كل حاجه، حتى لو طبق ملوخيه. حتى كاتبين لك تحت الطبخ فنون، ليه؟ عارفينك بتعجن. راني زعفان. لا بقول لك ايه، هدي نفسك شويه، احنا خايفين على صحتك، يعني نخسر المباراه وصحتك كمان. بس قول لي ازاي احترم تاريخك في ماتش كوره؟ اسيبك تسجل اهداف يعني واقف اسقف لك؟ ده مش بعيد يطالب بمحاسبه المهاجمين اللي انتهكوا حرمه الشباك. ما هو لو سيبناهم يخترقوا خطوط دفاعنا بكره يخترقوا حدودنا. ايوه انا شاكر في الجول ده برضه بصراحه. ازاي اللعيب استلم الكوره على راسه بالدقه دي؟ كده مش خطا دفاعي. شكل الجواسيس بعتوا له الاحداثيات. ما نحترموش فعلا احنا ما توقعناش المدرب يسحب رياض محرز من الملعب. الكل توقع انه يسحب السفير الجزائري بعد الجول. ما نزيدوش نلعبوا معاهم مقابلات وديه. مستحيل نزعفك تاني.
معلش اصل الكره في الجزائر ما بتدخلش في الشبكه بس، دي داخله في الجانب جيوسياسي، عسكري، اقتصادي، ثقافي. امني، ثقافي. انت فاكر ايه؟ كره القدم ممكن تدخل حتى في تتبيله المحشي، في مطاعم بتقلبها في صوص الفراخ. بص مهما حطيت توابل، خساره بطوله بتضيع كل مكسبات الطعم. هو انت اللي كنت بتقدم برنامج الرابط العجيب على سبيستون؟ اصل مستحيل حد تاني يربط كل ده ببعضه في اقل من دقيقه. مساءك خير ومرحبا بك معنا الشيخ. فعاليات كأس افريقيا انطلقت مؤخرا، دائما ما تظهر فيديوهات في السوشيال ميديا مشعوذين ودجالين يتنبؤوا يقول لك بلي هذا الفريق راح يخسر. هل هذا الشيء صحيح من خلال التجربه تاعك؟ نعم فعلا يوقع، يعملوا الرياضيين كاين نعم. يعني فرق افريقيه عندها مستوى متواضع جدا، راحوا في كاس العالم راحوا بعدوا جدا، حتى عندهم سحر الفودو، سحر الاسود، سحر الدومه، يعملوا الحجاب والكتاب عند باب المرمى هذاك وين يسجلوا الشباك. نعم. يعطلوا الفريق الاخر، اصابات، يبدلوا منحى الكره، يعني استعانوا بالسحر. السحر هذا يعني فعلا عنده سلطه قويه. فعلا مهما المنتخب الجزائري يدافع، السحر ده بيفك اي تكتل دفاعي. اصل زي يلعبوا احسن مننا؟ لا، مش بالعمل الجماعي، اكيد في عمل بيساعدهم في جلب الكور ورد المرتده بجول. هو انا ما اعرفش الاتحاد الجزائري بيدور على مدرب جديد ولا لسه، بس حاسس ان احنا لقيناه اخيرا. اصل طالما كلها شغاله بالسحر، مش هنجهز اللعيبه، نجهز يعني العفريت. مش هنغير الخطه التدريبيه خلاص، ده المنتخب طلع مسحور بس ومحتاج رقيه شرعيه. السؤال هنا هو ليه الجن سايب كريستيانو رونالدو وميسي وماسك في المنتخب الجزائري؟ بجد ايه المغزى من الموضوع ده؟ انا مش عارف. عندهم سحر الفودو وسحر الدومه. معاك حق، ده اكيد اللي بيفك مصيدة التسلل ومن خلالها جابوا الجول. انا بس حابب اكد لكم ان المنتخب الجزائري منتخب عظيم، ما عندوش عقده ولا حاجه، ولو دخل بطوله من ورا الاعلام الجزائري ممكن بس ساعتها يكسبها لما يسيبوه في حاله ويتحرر من الضغط.